والأصدقاء. مكتوب والأصدقاء والموعد واللقاء، يحكي المعنى كتاب من إلهام السماء. الحكمة في مدى فلنسمع ما روى، ما أجمل ما حوى من أسرار الضياء. مكتوب والأصدقاء يحكي سير الزمان وما بالماضي كان، هو شاهدنا العيان فاسأل عما تشاء. يحكي سير الزمان وما بالماضي كان، وشاهدنا العيان فاسأل عما تشاء. مكتوب والأصدقاء. مكتوب والأصدقاء والموعد واللقاء، يحكي المعنى كتاب من إلهام السماء. مكتوب والأصدقاء يروي للسامعين قول الهادي الأمين ورسول العالمين وإمام الأنبياء. يروي للسامعين قول الهادي الأمين ورسول العالمين وإمام الأنبياء. مكتوب والأصدقاء. لما أنت حزين يا صديقي؟ لقد توفي مساء أمس العم صلاح. كان يمر بوعكة صحية وظل في بيته بأوامر من الطبيب لمدة أسبوع حتى وفته المنية بالأمس. يرحمه الله. ومن هو العم صلاح؟ ذكرني به. إنه جارنا يا عمر. لم أره من قبل. هل كان يصلي هنا معنا؟ للأسف كان مقصراً في صلاة الجماعة مع المصلين في المسجد وفي بعض العبادات الأخرى، ولكن كان له عمل خير يتميز به. كان يقرض الناس قروضاً حسنة، وعندما يتأخرون كان يمهلهم، وأحياناً يعفو عن بعضهم إن تعثر. وبماذا يفيد ما فعله؟ وقد كان مقصراً في العبادات يا صديقي. لعل الله يعفو عنه ويغفر له بهذا العمل يا عمر. لا أعلم هل سيعفو عنه الله أم لا، فأمره كله الآن بيد الله. ولكن هل إقراض الناس والصبر عليهم عمل عظيم ليغفر له الله؟ لو كان مات شهيداً لاقتنعت بأن خاتمته قد تشفع له، ولكنه دون ذلك، ولديه من التقصير ما لديه. وإقراض الناس ليس بالعمل العظيم حتى وإن أمهلهم، فهو يعطي لهم نقوداً ويأخذها منهم بعد مدة، حتى وإن عفى عن المتعسرين منهم، فلا يقع عليه ضرر كبير في ذلك. وجهة نظرك مقنعة بعض الشيء، ولكن كما تعلم رحمة الله وسعت كل شيء. هذا صحيح، ولكن يجب علينا الأخذ والنظر في الأسباب أيضاً. وربما تكون محقاً ويغفر الله له ويدخله جنته، وربما أكون أنا محقاً ويعاقبه الله على تقصيره في العبادات. لقد صار أمره كله لله وحده، ولا أحد من البشر يستطيع أن يجزم بما سيحدث له. حسناً، ما رأيك بأن نذهب إلى مكتوب لنعرف وجهة نظره، ولعل بين صفحاته قصة شبيهة لشخص كان مثل العم صلاح؟ فكرة جيدة، ومكتوب دائما لديه الحجة بقصة من القصص النبوي، ولكن الوقت مبكرا جدا، الشروق لم يأتي بعد. دقائق ويأتي الشروق، وبمجرد أن نصل إليه سيكون قد فتح المكتبة ويستقبل ضيوفه من محب القراءة. هيا بنا. رحمه الله وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. إن هذا الرجل يذكرني بقصة الرجل الذي كان يمهل المعسر. هل سمعتموها من قبل؟ لا. احكيها لنا يا مكتوب. حسناً، سأرويها لكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن رجلاً لم يعمل خيراً قط، كان يداين الناس فيقول لرسوله: خذ ما تيسر واترك ما عسر وتجاوز لعل الله يتجاوز عنا. فلما هلك قال الله عز وجل له: هل عملت خيراً قط؟ قال: لا، إلا أنه كان لي غلام وكنت أداين الناس، فإذا بعثته يتقاضى قلت له: خذ ما تيسر واترك ما عسر وتجاوز
لعل الله يتجاوز عنا. قال الله عز وجل: قد تجاوزت عنك. هيا أخبراني، ماذا استفدتما من تلك القصة؟ أولاً، الرجل كان مؤمناً، ولو كان غير ذلك ما كان الله تحدث معه، ولذا تجاوز الله عنه. وهذه القصة تثبت لنا أن اليسير من الحسنات إذا كان خالصاً لله عز وجل كفر الكثير من السيئات. فكم من حسنة خالصة لوجه الله تعالى تكفر عن صاحبها جبالاً من الذنوب والتقصير. وأنت يا زياد؟ لقد لمست في القصة قيمة راقية، ألا وهي حسن التقاضي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع وإذا اشترى وإذا قضى وإذا اقتضى. إذا قضى وأعطى الدين أحسن ولم يماطل، فإذا وفى بيسر وسهولة. وإذا اقتضى، أي إذا طلب ديناً له على غريم يطلبه بالرفق واللطف لا بالخرق والعنف. ومما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في فضل السماحة في الاقتضاء: من أنظر معسراً أو وضع عنه أظله الله في ظله. أحسنتما، أنا كل يوم أزداد فخراً بكما وبأخلاقكما يا رفاق. والآن هل لي بطلب منكما؟ تفضل يا مكتوب. اطلب يا صديقي. أريد قرضاً حسناً لأجدد به مكتبتي، فهل تقرضانني المال؟ وأعدكما أن أعيده لكما في أقرب وقت، وبإمكاننا كتابة عقد بذلك. سأعطيك ما تريد يا مكتوب. مصروفي كله لك يا مكتوب. مصروفك يا عمر لن يجدد سوى باب المكتبة فقط، وربما إن فضل منه شيء سأجلد به غلافي. مكتوب والأصدقاء. مكتوب والأصدقاء والموعد واللقاء، يحكي المعنى كتاب من إلهام السماء. الحكمة في مدى فلنسمع ما روى، ما أجمل ما حوى من أسرار الضياء. مكتوب والأصدقاء يحكي سير الزمان وما بالماضي كان، هو شاهدنا العيان فاسأل عما تشاء. يحكي سير الزمان وما بالماضي كان، وشاهدنا العيان فاسأل عما تشاء. مكتوب والأصدقاء. مكتوب والأصدقاء والموعد واللقاء، يحكي المعنى كتاب من إلهام السماء. مكتوب والأصدقاء يروي للسامعين قول الهادي الأمين ورسول العالمين وإمام الأنبياء. يروي للسامعين قول الهادي الأمين ورسول العالمين وإمام الأنبياء. مكتوب والأصدقاء.